أنا حاسس فيكم دلوقتي، وأنتم ما فيش لا أمن وأمان في مصر، لكن الأمان مش موجود في حسني مبارك، لكن حسني مبارك مسجون في سجن أنتم حطيتوه فيه. يا مصريين يا طيبين يا حبايبنا يا اللي نحبكم يا اللي عشنا معاكم يا اللي تربينا معاكم، أنا ليه الإهانة بالشكل الموحش ده؟ ليه الإهانة بالشكل؟ العيال مسجونين، الزوجة تنشتم، الرئيس والرمز يفاجأ إن سلفكم الكرسي وسجنتوه. كان يقدر يهرب، كان يقدر يطلع بكرامة. خذوا الكرسي وخذوا الحكم وادونا عسلي. عاوزين الراجل الكبير ده، الراجل الرمزي ده يعيش آخر أيامه بكرامة. حرام عليكم، والله العظيم حرام عليكم. ده انتم مش مصريين نعرفوا، المصريين طيبين، المصريين رحومين. رسالة بقولها كمواطن عربي خليجي لكل المصريين، الله يخليكم، الله يخليكم. والله حرام، والله حرام ان ما تحسنوا مبارك وهو بالسجن، والله حرام. حسبي الله ونعم الوكيل يا ابو علاء. والله نحبك رئيس، نحبك حاكم، نحبك مخلوع، نحبك متنحي. لك الله يا ابو علاء، ده اللي نقدر نقوله. لما تسكت الناس كلها كانوا يمجدوا فيك عظيم ويضربوا لك السلام. 30 سنة تبقين وب30 يوم إهانة، حرام عليكم يا مصريين. الإهانة من الأهل صعبة، الإهانة من الأهل حتقتلهم، إن مات أنتوا اللي قتلتوه.